السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ في الفيديو ده يا جماعة انا بتكلم عن التفريزات وخصوصا تفريز الخضار، خضرة المحشي. بما اننا في موسم الشتاء وموسم الخير، فما شاء الله كل حاجة دلوقتي حلوة وجميلة كمان. في الصيف بتكون ناشفة وممكن ما تلاقيهاش كمان. لو انت عايزاها تفضل خضرة معاك وما تسودش منك، تابع الفيديو للاخر وان شاء الله تطلع منه مستفاد. انا عملت برضو الصلصة وعملتها في فيديو لوحدها. بجيب الكزبرة من الارض او بتشتريها على حسب ما انت عايزة، وبغسلها كويس. انا مسكتها يا جماعة، نقيت كل اي حاجة فيها، الورقة الصفراء مثلا، لو عود عفش من الارض اي حاجة، وغسلتها كويس وبصفيها وبعدين بخرطها. اوعي تخرطي الكزبرة قبل ما تغسليها، بتفقد كل المعادن اللي فيها وكل العناصر الغذائيه اللي فيها. بمسكها افرزها في الاكياس وبشيلها. بس اهم حاجه قبل ما تخرطيها لازم تصفيها من الميه كويس، لازم، عشان ما تسودش منك. بعباها في اكياس، بعباها في علب بلاستيك، على حسب ما انت عايزه بتفرزيها وتطلعي منها على قد الطبخه بتاعتك. لو فيديوهاتي بتعجبكم متنسيش باللايك والشير والاشتراك في القناه. وانا عملت لكم فيديو كامل للصلصه يا جماعه او لتفريز الطماطم. يا ريت ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناه، ودعوه حلوه من قلوبكم. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب. واشوف وشكم على خير فيديو جديد، وتابعوا فيديو الصلصه ان شاء الله، انا نزلته قبل ده. يا رب يا رب تستفادوا منه واكون بفيدكم وتكون فيديوهات خفيفه على قلوبكم. دي الصلصه اللي انا عملتها. سلام عليكم.